السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ مرضى السكري. القناة لعودتكم أنها تقدم وصفات ونصائح لأصحاب داء السكري. كما راكم تلاحظوا الفيديو تاع اليوم راح يكون عبارة عن كوكيز، وهادو لي كوكيز راح يكونوا بزبدة الفول السوداني. اليوم إن شاء الله راح نديروا وصفة جد رائعة بمقادير بسيطة وقليلة. وكما عودتكم كذلك هذه الوصفة راح تكون بدون سكر. إذا بدون إطالة نمر إلى مقادير وطريقة تحضير كوكيز بزبدة الفول السوداني. وكما راكم تلاحظوا هذه الوصفة راح تكون بثلاثة مكونات فقط. إذا وش نحتاجو كمكونات؟ عندي أول مكون وهو زبدة الفول السوداني. نحتاج إلى 125 جرام من زبدة الفول السوداني اللي كنت حطيت طريقة تحضيرها في صباح اليوم، وحنزيد نحط الرابط في صندوق الوصف. نحتاج كذلك إلى 65 جرام من صلصة التفاح. الطريقة: قطعت حبة تفاح إلى قطع صغيرة، ضفت لها قطرات من الليمون وكمية قليلة من الماء، ثم وضعتها على نار متوسطة حتى طابت، من بعد طحنتها. نحتاج إلى 100 جرام من الشوفان المطحون وملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. الآن نمر إلى طريقة تحضير هذه الوصفة. إذا كالعادة ناخذ صحن اللي راح نمزجوا فيه جميع المكونات. نضع فيه المكون الأول هو صلصة التفاح. كما قلت لكم الطريقة: خذيت حبة تفاح قطعتها إلى قطع صغيرة، ضفت لها قطرات من الماء وقطرات من الليمون، وضعتها على نار متوسطة حتى طابت، من بعد طحنتها. ثاني مكون هو زبدة الفول السوداني، وهذه الزبدة اللي كنت طحنتها بمكون واحد اللي هو الفول السوداني. وكما قلت لكم أني وضعت الوصفة في صندوق الوصف. والآن بعد ما وضعنا المكونين مع بعض، صلصة التفاح وزبدة الفول السوداني، راح نمزجهم مع بعض باستعمال الخلاط الكهربائي. يعني من الأحسن استعمال الخلاط الكهربائي، وما يمنعش أنه نستعملوا الخلاط اليدوي لمدة ثواني فقط. كما راكم تلاحظوا القوام، يعني باش نتأكدوا مزج المكونين مع بعض. وهذا هو قوام الخليط. كما قلنا وضعنا مكونين فقط. بالنسبة للمكون الثالث وهو الشوفان، قلنا 100 جرام، نضيفه ونضيف معه ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. الآن وضعنا جميع المكونات اللي ذكرناهم. باستعمال اليد راح نخلط المكونات مع بعض، ويفضل استعمال اليد. نمزجهم مع بعض، وما ننساوش أنه الفرن أنا شاعلينه على درجة 180. هذه كخطوة أولى. إذا كما كنتم تلاحظوا بعد ما وضعنا المكونات، وضعنا صلصة التفاح، زبدة الفول السوداني والشوفان وبيكربونات الصوديوم، نخلط المكونات مع بعض جيدا حتى تتشكلنا عجينة. راكم تلاحظوا أنها عجينة طرية. وفي حالة ما تشكلت لكم عجينة أكثر من طرية، يعني ما نقدروش نشكلوا بها أي شكل، راح نضعوها في الثلاجة لمدة 5 دقائق. والآن بعد ما حضرنا العجينة وحضرنا صينية فرن اللي وضعنا عليها ورق الطهي، الآن راح نبداو نشكلوا في الكوكيز. راكم تلاحظوا أني خذيت كمية. بالنسبة لوزن الكرية نقدروا نديروها ما بين 35 جرام إلى 40 جرام. كما راكم تلاحظوا باستعمال اليدين فقط راح نشكلوا كرية، وراح نضغطوا عليها قليلا فقط. راكم لاحظتوا النتيجة، يعني الحبة ما نضغطوش عليها بزاف. نزيد معكم حبة أخرى، ناخذ كمية، وقلت لكم الوزن يكون ما بين 35 جرام إلى 40 جرام. نشكلوا كرية باستعمال اليدين فقط، ونضغطوا عليها، يعني حاجة خفيفة نضغطوا عليها قليلا فقط. وكما قلت لكم الفرن أنا مجدينه على درجة 180.
يعني هاد الحلوى ما تاخدش وقت بزاف وما تاخدش مجهود. كما لاحظتوا مزجنا المكونات مع بعض والآن رانا نشكلوا في هذا الشكل. وبالنسبة لهذه الكمية دارت لي 12 حبة تاع الكوكيز. إذن وباستعمال الشوكة راح نعمل هذا الشكل، نضغط ونزيد نضغط بهذا الشكل. طريقة جد سهلة وبسيطة. نكملوا الكمية كامل، يعني نكملوا الحبات كامل كما راكم تلاحظوا، وكما قلت لكم النتيجة راح تكون أكثر من رائعة. الآن بعد ما كملنا تحضير هذه الحلوى راح ندخلوها للفرن على درجة 180 لمدة 10 دقائق. وبعد ما تطيب، يعني بعد 10 دقائق، راح نطفيو الفرن من تحت وراح نشعلوه من الفوق حتى يتغير لون الكوكيز. إذا ندخلوا الكوكيز للفرن نخلوهم يطيبوا ونتلاقاو في صحن التقديم. وفي الأخير بعد ما طابوا الكوكيز اللي قلنا عليهم بزبدة الفول السوداني كما راكم تلاحظوا، هذا هو الشكل النهائي، شكل رائع، يعني صراحة يشهي والذوق أكثر من رائع. نتمنى أنكم تجربوا الوصفة هذه، تعطوني رأيكم فيها، لأنه أنا شخصيا عجبتني بزاف وجربتها عدة مرات. يعني لما مزجنا زبدة الفول السوداني وصلصة التفاح والشوفان كانت النتيجة أكثر من رائعة. صراحة أنا متمنية أنكم تجربوا هذه الوصفة. دوك ناخد حبة ونقسمها وتشوفوها من الداخل، شكلها جميل، راكم تلاحظوا أنها رائعة من الداخل، تشهي صراحة تشهي. يعني هاد الوصفات تقدروا تتناولوا بها الحليب، كما تقدروا تتناولوا بها الشاي، كما تقدروا تتناولوها ما بين الوجبات. جربوها واعطوني رأيكم فيها. نتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة وتكتبوا لي في التعليقات رأيكم فيها، لأنه رأيكم يهمني ويفيدني ويشجعني أكثر وأكثر. نصيحتي لكم كالعادة، تهلاو في صحتكم وفي والديكم. إلى اللقاء.